الجندية دي كان عندها صبر غير طبيعي. كل يوم زمايلها في الوحدة الخاصة كانوا يدفنوها في الرمل، وهي بدل ما تعترض كانت ملامحها باينة فيها ارتياح. ليه؟ لأنهم ما شربوش مية بقالهم 3 أيام، والدفن في الرمل كان بيحميها من ضربة الشمس والجفاف. فجأة واحد من الفريق لمح قافلة جمال جاية من بعيد. المدرب على طول شك، لأن الصحراء دي معروفة إنها أرض ممنوع الاقتراب منها، يعني مستحيل قافلة عادية تدخل هنا. المدرب قرب وسألهم، لكن الناس ردوا إنهم بيبيعوا شاي. في اللحظة دي الجندية لاحظت تصرف غريب من واحد فيهم، حاولت تبلغ المدرب فورا، بس قائد القافلة سبق وقدم لهم وعاء لبن جمال مسموم. المدرب كان لازم يتظاهر انه صدقهم، ادى اللبن للجندية علشان توزعه، لكنها ذكية سكبت اللبن على الارض بشكل متعمد ورجعت الوعاء بخجل مصطنع. القائد فهم ان لعبته انكشفت. رجعت الجندية لزمايلها وقالت لهم القافلة دي شكلها متنكرة، لازم نكشف هويتهم. راحت عند جمل تفتش الحمولة ولمست حاجة صلبة بدأت تتحسس، فالراجل اتعصب ودفعها بعيد.